كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى مبارك علينا جميعا يا رب. النهاردة هنعمل فتة عيد الأضحى، فتة باللحمة وصلصة الطماطم والخل والثوم. هنعملها بكل أسرارها وتكاتها وحركاتها، ويلا بينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. أول حاجة هنبدأ بيها زيت على النار، يستحسن تكون سمنة بلدي طبعا. وهننزل بالمطيبات حبهان ومستكة وورق غار وقرنفل وفلفل أسود حب. وهننزل باللحمة بتاعتنا عشان نديها صدمة ونحتفظ بالعصارة بتاعتها جواها. وهنزل كمان عليهم بشوية من بهارات اللحمة ومعلقة صغيرة جوز الطيب اختياري. أول اللحمة بتاعتنا ما تاخد اللون اللي احنا عايزينه هننزل بالمية السخنة عليها، لازم تكون سخنة عشان توفر علينا الوقت. وأول اللحمة بتاعتنا ما بتاخد أول غلوة بنوطي عليها وندي لنفسنا وقت عشان تستوي وتكون طرية من جوه. وهننزل بالمطيبات الشوربة وهنملح. بعد كده هنعمل صلصة طماطم، توم مهروس، وهننزل عليه بعصير الطماطم، ملح وفلفل وكزبرة وكمون ورشة سكر صغيرة عشان تضيع من عندنا الحموضة بتاعت صلصة الطماطم. وهننزل عليهم كمان بمعلقتين شوربة، هتطيب معانا وهتعزز معانا النكهة بتاعت صلصة الطماطم. بالنسبة للرز برضه هننزل بورق لوري وحبهان ومستكة وعليهم الرز المغسول، ملح وفلفل، وكمان هنسقيهم بشوربة اللحمة. كل ده هيساعد معانا وهينقل معانا الطعم كمان في حتة أعلى. أول الرز ما بيشرب المية بتاعته أو الشوربة بتاعته بنوطي عليه خالص وبنسيبه. بعد كده هنطلع اللحمة بتاعتنا بعد ما استوت زي ما انتم شايفينها دلوقتي، وهننزل في الطاسة عشان نحمره. يستحسن طبعا تكون سمنة بلدي، أنا معايا هنا زبدة وزيت. وخدوا دي مني كمان، وانتوا بتحمروا اللحمه في الطاسه انزلوا عليها بنص معلقه من صلصه الطماطم اللي عملناها. هنخلي اللحمه كمان تتشرب الصلصه، مش مجرد بس ان احنا نحطها على الوش وخلاص. بعد اللحمه بتاعتنا ما تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، في نفس الطاسه هنعمل الخل والثوم. هننزل بالثوم المهروس وعليهم ربع كوبايه خل او حسب الكميه اللي معاك، وعليهم عصره نص ليمونه، وكده خلاص جاهزه معانا. بعد كده بقى هنجيب اي شيء هنغرف فيه، هننزل بالعيش المحمص بتاعنا وعليهم شويه من الخل والثوم اللي عملناه، وهنسقيه كمان بالشوربه وهندربهم كويس. وهننزل عليهم بالرز بتاعنا، هتشوفوه دلوقتي نفس الطريقه اللي عملته بيها، مفلفل زي ما انتم شايفين وطعمه جميل جدا بما ان احنا حطينا عليه الشوربه. وهنبدا بقى نرص اللحمه بتاعتنا وهنسقي. الاول هنسقي بالشوربه، وبعد كده هنسقي بصلصه الطماطم المتسبكه كويس قوي، ومن فوق خالص هننزل بشويه صغيرين من الخل والثوم اللي عملناهم. يا جماعه الريحه لوحدها تحفه، جربوا نفس الطريقه اللي عملتها بيها هتعجبكم جدا. وفي النهايه لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا اول باول. كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمه الله.